ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ يعني حلقه لطيفه خفيفه وبسيطه جدا. هتكلم معاكم شويه على عشبه انا بحبها قوي قوي وفوائدها جميله جدا للشعر. هي عشبه الروزماري، بس الفريش مش اللي هو المجفف اللي عند العطار، بيكون شكلها عامل كده. العشبة دي يا بنات حلوة جدا جدا. اولا بتقوي بصيلات الشعر جدا، وريحتها حلوة قوي، يعني ممكن نعمل منها لسيوم بمنتهى السهولة في البيت. وكمان بتحمي الشعر من التساقط او بتعالجه من التساقط، وغير ان هي بتطول الشعر لانها بتحفز نمو البصيلات وبتنشط الدورة الدموية في جذور الشعر يعني. لا جميلة، كل حاجة فيها حلوة، يعني انتي ممكن تعملي لسيون بمنتهى السهولة وبدون اي اضافات من العشبة الرائعة دي. تنشيط دورة دموية، اطالة، تكثيف، بتنبت، بتعالج الفروة كمان من القشرة واي زوايد دهنية، لان هي برضو عشبة معقمة ومطهرة جدا. طيب لو حابين عشان ما اطولش عليكم نعمل اللسيون بقى اللي هو بيكون كده، هنعمله ازاي وبمنتهى السهولة. هنجيب العشبة بتاعتنا، ودي موجودة في عند اي حد بتاع خضار، اي محل خضار. وهنجيبها وهنشيل اللي هي الاخضر بتاعها، اللي هو الورق الاخضر بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، وبنبتدي ننقعه في مية دافية، تكون مية سخنة جدا، ونحطه في المية لمدة ساعتين بالظبط. المية هتبدأ تدريجي تتغير معاكي لونها زي ما انتوا شايفين كده، هي ما كملتش ساعتين بس اللون اهو زي ما انتوا شايفينه، هو مش لون صافي، اللون المية جاي على مصفر شوية او جاي على لون اصفر شوية، شايفين؟ بس انا لسه هسيبها تاني، والمفروض تبقي مغطياها تمام كده. وبعدين تجيبي بخاخ نظيف زي كده وتحطي، انا ممكن تحطي دي اختياري من عندك وممكن لا براحتك. تجيبي بقى العشبة نفسها وبتدخليها في البخاخ وتكوني غسلاها طبعا كويس قوي. وبعد كده بتصفي المية بتاعتها وتحطيها في البخاخ اللي عندك، والبخاخ ده ممكن يفضل معاكي لمدة اسبوع في التلاجة. حطيه في التلاجة، هتستخدميه في الاسبوع 3 مرات على الفروة مع التدليك. ممكن تحطيه بقى على الفروة ساعتين وتغسلي شعرك، وممكن كمان تحطيه وتنامي بيه لغاية الصبح، لان هو برضو من الحاجات اللي مش بتديكي ملمس دهني او هتضايقك في شعرك او هتعملك ريحة مش مستحبة او حاجة، بل بالعكس ريحته جميلة، وكل ما سبتيه كل ما اداكي فايدة احسن واجمل. جربوا اللسيون ده، جميل جدا جدا، فوائده جميلة. العشبة دي من اقوى الاعشاب اللي ممكن تستخدميها لشعرك وانك تعملي بيها اقوى لسيون. سهل قوي، مفيهوش اي خطوات، مفيهوش اي تعب خالص. مفيد قوي قوي قوي، واتمنى وان شاء الله هتلاقوها، ما تقلقوش يعني ان انتوا ما تلاقوش العشبه دي، هتلاقوها. عايزاكم تجيبوا ده وتجربوا من اول اسبوع، تكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اللي حسيتوه في شعركم. غير ان هي على فكره كمان بتدي لمعه للشعر حلوه وطراوه. لا فعلا بصوا جميله من كل ناحيه. وكمان في حاجه قبل ما اقفل الفيديو ممكن تعمليها لطيفه جدا، انك تجيبي الميه دي بعد ما تنقعي وتخلصي النقع وتحطيها عندك كمان على الشامبو وتغسلي برضو شعرك. هيكون الشامبو بتاعك هيكون بالروزماري طبعا، يعني مفيش اقوى من كده، لان هي فعلا اقوى عشبة على الاطلاق ممكن تحطيها وتستخدميها لشعرك. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف وما كنتش مطولة عليكم في الكلام، واتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم. يا ريت اتمنى برضو قلت اتمنى كتير تعملوا فضلا يعني شير للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من البنات والكل يستفاد. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة لو كانت بتعجبكم. اشوفكم في حلقة جديدة، وباي باي.